السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل والورد والياسمين، مساء الرضا من رب العالمين. حبايب قلبي وحشتوني، يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نصلي على النبي ونشوف الغدا ايه النهارده. بصوا احنا عاملين حاجات جميلة جدا وكلها بسيطة ومن البيت. انا كان عندي جبت عن مثلا هنقول نص كيلو لحمة بالظبط، ماشي. وقلت ايه بقى هنعمل عليه بسلة. كان عندي بسلة متفرزة كيس، لقيته كده وانا بروق الفريزر، فقلت ايه اعمله. اصلا ده الخضار البسله الجديده مش عارفه طلعت ولا اصلا ما مشيتش، مش فاهمه. المهم جبت عليها، حطيت ملح وفلفل وبابريكا. لا اسفه، ما حطيتش ملح، حطيت فلفل وبابريكا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. والابيض ده شويه سكر. ليه؟ عشان اللحمه تستوي بسرعه وعشان الحموضه بتاعت البسله. وهنا عملت ايه، نص كيلو قوطه، 4 وحدات حلوين كده، فرمتهم وصفيتهم وحطيتهم على اللحم. خلاص، واسيبها بقى تستوي. وهنا بقى جبت فرخة كنت هشويها، بس ايه غيرت الخطة، قلت هسلقها. حطيت لها ملح وفلفل وماجي، ورق لورا، حبهان ومستكة وبصلاية روقت عليها. وهنا هنعمل احلى صينية مكرونة بالبشاميل بالكبد والقوانص بقى بتاعت الفرخة اهي بتاعت، يعني كان عندي شوية كبد وقوانص كده 3، يعني 3 و3. بصوا بيعملوا عندي بيدمنوا المكرونه البشاميل، بيحبوها جدا بالكبد والقوانص. يعني انا بحس ان هي بتبقى ليها طعم عن اللحمه. الكبد والقوانص بتبقى كده ليها نكهه. خلاص، هنا طبعا الطماطم اتسبكت، فحطيت ميه سخنه عشان اللحمه تستوي كويس قبل ما احط فيها البسله، لان انا هعمل بسله باللحمه. وهنا طبعا البشاميل بتاع المكرونه بعد ما اتسلقت صفيتها. نعمل شويه بشاميل. انا ما كنتش عامله مكرونه كتير دول، حبه يعني، عملت طاجن بس مش كبير. بشاميل اهو زي ما انتم شايفين، جه كتير جدا على الحله، كانت صغيره. ما علينا، يعني الدنيا ماشيه تمام لحد دلوقتي زي الفل. ادينا هو اتعملت شويه المكرونه، هما ما كانوش كتير، وحطيت عليهم البشاميل وقلبتهم كويس. وجبت البايركس ده اعمل فيه الطاجن ده. قلت على قد الكميه وجيب بالظبط على قد الكميه. ادينا حطيت اهوت نص المكرونه، وهحط الكبد والقوانص في النص. ساعات بلاقي الافضل ان انا يعني الخبط كله في بعضه وبحطه واحط عليه البشاميل. خلاص، وهنا طبعا اهو ظبطته. هتبقى يعني كميه مش وحشه، كويسه. واصلا الطاجن مش كبير، يعني دول اقل اصلا من نص كيلو مكرونه. بس هم كانوا عايزين مكرونه بشاميل فاتصرفت بصراحه. يعني ما اصلا اللحمه المفرومه بستعملها قليل، فما بتبقاش عندي دايما. فالمتوفر عندي عشان على طول بجيب فراخ، بيبقى عندي على طول كبد وقوانص. ما بردوش شكلها مسلوقين، ما بسلقهاش مع الفراخ. والفراخ دي كانت جايلي من البلد، كان جايلي كذا فرخه مع بعض، حتى هتلاقوها بالرجول بكل حاجه بتاعتها اهي زي ما انتم شايفين كده. كنت قسمها نصين عشان اشويها، بس غيرت الخطه، رشيت عليها ملح وفلفل وعصتها بالفرشه زيت وحطيتها على الشوايه مع المكرونه. هنا طبعا كانت اللحمه استوت، سقطت البسله على طول. وهنا عملت شويه لسان عصفور بالجزر ملهمش حل. الجزر لسان عصفور بعد ما اتحمر بحط الجزر كده يتشوح تشويحه، وبنزل عليه بالشوربه، ممكن جزرايه او قطايه المتوفر عندك. بصوا القمر والحلاوه، وده كان شكل الاكل اهو. بألف هنا وشفا على قلبكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.